فرصة ذهبية وجات لك على طبق من ذهب من الوضيع اللي احنا بنقول عليه وعارفين اللي هو كومبارس ومش هيكمل، وقلناها بدل المرة 1000 للناس اللي قعدت تقول لك ايه ده، عايز اجيب تابلت عشان اشوف مركز النادي الاهلي فين، اصل الاهلي مش باين من فوق ولا حتى لاقينه من تحت. احنا بنقول لك احنا يا ابني بتوع فوق، والنهارده هقول لك شكرا يا كومبارس انك بتديني الصداره على طبق من ذهب ومن غير وجع دماغ. يعني بتقول لي اكسب كهرباء اسماعيليه واطلع المركز الاول مكانك الطبيعي وهبقى فايق عنك بماتش ان شاء الله 18 نقطه، وهبقى المركز الاول وليا ماتش متاجل، انت لاعب 10 وانا لاعب 9. عرفت قيمتك الحقيقيه واللي انا قلت لك انت هو مفيش، وجاي تريحني بعد لما كسبتك وعلمت عليك في ماتش القمه؟ يعني ما عندكش حتى دم. هو الشحات هو اللي كركب الدنيا خالص وهد الدنيا خالص بجد. هو ده تمامك وقيمتك الطبيعيه، وانا بقولها لك اتفرج على كهرباء اسماعيليه وتابعني وانا بتصدر، وانت هترجع لمكانك الطبيعي. لما بيراميدز يلعب المؤجل ليه تفضل ترجع للخلف، وانا بقول لك الزمالك بينقط وبيجامل طوب الارض، وهترجع كالعاده لقيمتك الطبيعيه يا حصاله يا صاحب المركز الثالث. عرفت ان انت هوا وراجل فشوش ومتكملش للاخر. سلام.